من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعتمد عليها في اي برنامج مونتاج هي الاختصارات اللي بتكون موجوده عندك في الكيبورد، لانها بتوفر عليك وقت كتير جدا. حاجات لازم تعملها في برنامج ادوبي بريمير بارت 1. تعال اعرفك ايه اهم الاختصارات وتعملها ازاي. لايك فولو لو ما عملتش، ويلا بينا نبدا. بتطلع فوق عند كلمه اديت، تتك على الكيبورد شورت كاتس واكتب ورايا يا معلم. اول حاجه تكتبها هي اد اديت تو اول تراكس، وتحط جنبها حرف الاكس، ودي بكل بساطه بتخليك تقص كل التراكات دي بدل ما تختار الريزر تول دي وتقعد تقص كل واحده لوحدها. لا، انت بتقص كل التايم لاين بتكه واحده، وده هيوفر عليك وقت كتير جدا. وتاني حاجه بتكتبها هي ريبلد لي، وبعد كده تتك على حرف الزد. دي هدفها ان اي حاجه انت تحددها تمسحها وتمسح الفراغ اللي كان مكانها كمان، بدل ما تتك على حرف الديليت فيشيل لك الحاجه اللي انت حددتها بس ما يشيلكش الفراغ. لا، هي بتشيل لك الحاجه وبتشيل لك الفراغ في نفس الوقت. الاختصار الثالث هو انيبل، وتخليها حرف الاي. انا ما بحبش التعقيد الصراحه وشيفت اي والحاجات دي، بدل ما لسه هتتك كليك يمين وتروح عند انيبل دي. الاختصار الرابع هو اوديو جين، وده بنخليه حرف الجي، وده اللي بتقدر تعلي منه الصوت وتوطيه. طبعا مش محتاج اقول لك ان الزوم ان بالبلس والزوم اوت بالماينس. اكتب تراك سيلكت فورورد تول، حط جنبها حرف الار. دي بكل بساطه وظيفتها لما تتك عليها تقدر ان انت تحرك كل التايم